ساعة الخطيب ما جه معلم عليا في ايه؟ قصدك من ساعة بحة ما جه معلم عليا. طب انا يا جماعة واحد ناس بيقول لك ما تشوف حد اللي رجب بحة ده اجيب مين؟ انا ماليش في الكلام ده، عشان ده نهايته سودة، نهايته حرق جثث، يعني جثث بتحرق في الاخر، تمام؟ معلم عليا في 8 سنتين واخده رايح جاي، من 2017 واخده رايح جاي، تمام؟ انا اقف ضد البني ادم وانا ولاعيبتي وجهاز فني، بس انا هعمل ايه هعمل ايه قدام ايوه قدام جن، واللي مش مصدق ان في جن الاربعه لعيبه دول كانوا بيبيعوهم، والله بيبيعوهم. ستاو اسمه مش كان بيتباع، شحات مش كان بيتباع، قفشه مش بيتباع، هاني كان بيتباع. هم دول جمهور الزمالك الحقيقي، ما تزعلش، اغضب كما تشاء، ومالكش دعوه بيا انا، مش مالكش دعوه بيا في يعني انت جمهور محترم معايا، مالكش دعوه بيا في الدعم، انا بدعمني ربنا، انما رئيسك بيطلع من الحبس على العزل، من الحزل على التجميد، من التجميد على الحل، انت مش عايز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم محمد منير من قناه كوره اونلاين. ده يا جماعه فيديو جبت لكم جزء صغير من اللي هيتقال، او ملخص من اللي هيتقال من مرتضى منصور على الخطيب وعلى السحر وعلى الشعوذه والجن وشتيمه في رضا عبد العال. تعالى كل ده هنسمعه دلوقتي، وما تنسوش معنا لايك والاشتراك عشان الفيديوهات الجديده. هتقول بقى احنا بين الشماعه، لا ما عنديش شماعه. نمرة واحد الراجل أخطأ في التشكيل وهو قال. نمرة اتنين في لعيبة ما كانتش في حالتها. نمرة تلاتة في لعيبة مش هتبقى موجودة. نمرة أربعة أيا كان وجهة نظر الراجل هيقول مش عايز لعيبة، عايز لعيبة. احنا عندنا ناس يقولوا احنا محتاجين ايه فين وليه. فريقه عنده كاس مهم جدا، عنده بطولة عربية مهمة جدا، الجائزة 6 مليون دولار، واحنا عمالين طالع ميتين اهلنا عشان بندبر 1.5 مليون بتوع اشكبال عشان القيد اللي هيتوقف اول ما يدفعهم خلاص. طب مين بقى الفلوس ما راحتش ليه؟ عشان ممدوح عباس حاجز. طب احنا مش عارفين نجيب لعيبه ليه؟ عشان ممدوح عباس حاجز. بدل ما مسكين فيا انا قولوا لهم خلي عندكم دم تاني، خلي عندكم دم. ده هشام نصر قال كلمه منتهى الخطوره. ممدوح عباس وعدني لو نزلت الانتخابات ونجحت هشيل حجز. طب ده اسمه كلام يا جماعه؟ ده اسمه كلام؟ دي عصابه. وعايز اقول لقلب تلا ده بقى كل عيل، هم حوالي 10 12 واحد، بلاغ على النيابه وعمل لك حظر عشان الرساله ما تعرفش تسحبها تاني، وعلى النيابه. وبروح اقول للنيابه بقى انك قليل ادب وما تربيتش، وبعدين لما على النيابه وعمل لك حظر عشان الرساله ما تعرفش تسحبها تاني، وعلى النيابه. وبروح اقول للنيابه بقى انك قليل ادب وما تربيتش، وبعدين لما بدخل هم 10 12 بالكتير، لما بدخل عليهم بلاقيهم عيال صغيره، بيقولوا عيال بنكله، بيقولوا عيال ما استعناش اشغلهم فراشين عندي في مكتبي. انما دي عيال طالعه جديده بتقبض. اما بقى الواد اسمه احمد على الواد زفت الثاني على الثالث على الرابع، لما تجيلكم الفرصه تديروا مؤسسه زي دي تمام ابقوا تعالوا، بس انتوا مش اعضاء في النادي. مع احترامي للجماهير تاني، مش 100 ولا 200 ولا 300 واحد ولا 500 ولا 1000 واحد هيركبوا مجلس إدارة مشوه يمين وشمال. والسؤال الأخير، أنا معزول ولا رئيس نادي؟ أنا معزول، بس ماتش المقاولين قلته لما مشي العيال فكت. أنا رئيس نادي لما بيتغلبوا. تاني عندي مجلس إدارة محترم، والناس بتفرز، اللي بينط. وأسوأ شيء إنك تنط من المركب فاكرها هتغرق. عمر الزمالك مركبه ما يغرق. جمهور يا محترم، ده أوزوريو اللي احنا طلعناه السما، هو فعلا يستحق. بقاله 5 6 ماتشات بيفوز. ايه يعني ماتش صحيح بطولة خاصة، بس انا حاسس محدش هاجمه. الراجل تاني قال لك اللي عايز يهاجمني هاجمني انا، عشان انا اللي عملت التشكيل وغلط. لا احنا مش عايزينك، احنا بنقبض عشان اللي اسمه مرتضى منصور وولاده امير بقاله 15 يوم سايب النادي في مراسي. لما امير المليونير، اقسم بالله العظيم وحياة المصحف امير اغنى مني انا، بياخد عموله وسمسره. امير اللي بيدفع من جيبه، والنادي عارف بيدفع من جيبه. احمد يا ريتكم يبقى معاكم زي احمد عنده. وعايز الكلب يقول له ناخد عموله وسمسره. الكلب اللي بيقول كده يعمل، انا بقول لك روح اعمل بلاغ ضدنا في النيابه، روح اعمل عشان احبسك. اتفضل
احنا ناخد عموله في سمساره. طب انا اتبرع ب 30 مليون جنيه ليه؟ يعني ناخد عموله مليون واتبرع ب 30؟ ده انا بهبل. طب لما يجي لي 151 مليون واتبرع بيهم هديه ليا انا، طب على الاقل كنت سمسرت 50 من بتوعي، ما كانوا بتوع الراجل بتوعه هو. بلاش قله ادب، بلاش سفاله وتطاول، ولا هفسيك في قلب حتتك. خلي بالك في قلب مكانك. انت نضفت بعد ما الراجل خدك عنده، ها، واداك قرشين. انت نسيت يالا شبشب الزنوبه يالا؟ واحمد طه لما فضحك. لم نفسك، بحذرك مره، لم نفسك. وبعدين بعد ما نفوق بس من اللي عندنا، بس هسمع الناس الرسائل انت بعتها لي. يا اعظم رئيس في التاريخ، والنبي عايز اعمل كذا، والنبي فلان الفلاني. ايه الابتزاز اللي احنا عايشين فيه ده؟ انت مين يالا اصلا؟ انت عيل خاين وهربان وهربت انت كمان. بتكلم عننا احنا؟ ننوس عينه وننوس عين امه؟ ولا انت منين يالا بقى؟ منين؟ ولا لم نفسك، وحذرك لم نفسك. وانت اللي جبته لنفسك. انا عمري يا ابني ما بضرب حد، بس عندي انصار بالملايين اتحملهم. انما بتعمل شعرك كده والجاكيت والبتاع وتقعد تترقص، مش عاجبك حد، انت خيبه انت وغيرك طبعا. يعني بيقول لك ابنك جبته يلعب كوره في الزمالك، غالب سلطان قال لك لا يصلح، روح وديه مركز شباب. من يوم انت هتطق مننا، اوعى تقول ان النص عينه تاني. على الاقل كان ضابط شرطه واستقال بارادته، ها؟ يا ريت يكون عندك اللي عند امير. كان ضابط شرطه واستقال بارادته، ها؟ يا ريت يكون عندك اللي عند امير. بس اللي عندك من الشحاته. امير واخوه ماسكين اكبر مكتب محامي في مصر. فشغل قله الادب والسفاله. طبعا عندي جماهير الزمالك بالملايين، انا عمال يجي لي رسائل محترمه، تمام، انما الصفحتين المأجورين معروفين. كل ده هيتقفل، كل ده هيتقفل. الزمالك محتاج في الوقت ده اللي ده. مش عايزك تدعمني، مالكش دعوه بيا انا يا عم. انا معزول، هتدعمني وانا معزول؟ هتدعم واحد معزول؟ خليك في اللي انت فيه، فريقك، دعم اللعيبه، اوعى تحبطهم. عندك 3 بطولات اهم. انت عارف الدوري ده بتاخد كام مكافأة؟ مليون جنيه. مليون جنيه والله. انت عارف البطولة العربية 6 مليون. عارف الكونفدرالية الجديدة دي 4 مليون دولار. فبلاش. وبعدين هو ماتش بتاع الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، وانت مش معقول 3-0 في الدور الاولاني؟ اللي بيقول لك ايه من ساعة الخطيب ما جه معلم عليا. معلم عليا في ايه؟ قصدك من ساعة بحة ما جه معلم عليا؟ طب وانا يا جماعه وقت ناس بيقول لك ما تشوف حد اللي رجب بحه ده، اجيب مين؟ انا ماليش في الكلام ده، عشان ده نهايته سودة، نهايته حرق جثث، يعني جثث بتحرق في الاخر. تمام؟ معلم عليا في 8 سنتين واخده رايح جاي، من 2017 واخده رايح جاي. تمام؟ انا اقف ضد البني ادم، وانا ولاعيبتي وجهاز فني. بس انا هعمل ايه هعمل ايه قدام ايوه قدام جن؟ واللي مش مصدق ان في جن، ال4 لعيبه دول كانوا بيبيعوهم، والله بيبيعوهم. بيت ستاو اسمه، مش كان بيتباع؟ الشحات مش كان بيتباع؟ قفشه مش بيتباع؟ هاني كان بيتباع؟ هم دول. جمهور الزمالك الحقيقي ما تزعلش.